تعال نتفرج على غرفة نوم بازل. ليه بازل؟ 1 2 3 4 قطع. قلنا نعمل دولاب جديد، قلنا نعمل سرير جديد، قلنا نعمل سراحة جديدة. تقريبا التصميم بتاعها مش موجود، غريب. ايه فكرة الغرابة بتاعته؟ عندي ضرفتين ازاز ميرور، طبعا لما بقفل الإضاءة كل الإطار دوت مقفول. عندي تخزين مربعات صغيرة، تعليق قصير. طب ازاي هنحط التعليق الكبير؟ هنيجي نقفل الضرفتين كل سوفت كلوز. بيميز الأوضة دي حاجتين مهمين جدا: طريقة التقسيمة بتاعتها مختلفة، درجة لون القشرة بتاعتها جديدة، درجة من درجات الكافيهات مع درجة من درجات الأوف وايت الكافيهات. فانا عندي ضرفتين فوق، شوف التقسيمه بتاعتهم، 3 ستورج مفتوحه، في جروف صغير احنا حاطينه في الجزئيه دي، ممكن نحط فيها اي قطع او اي بوكسات احنا حابينها. نيجي نتفرج. الجزء اللي تحت هو رف تخزين عريض يشيل معانا اتجاهات كلها تخزين. نيجي نقفل. الجزء التعليقي كبير، عندي رف تعليق ماسوره كبيره، عندي الدرجين اقدر استخدمهم بشكل مميز جدا بالمقابض بتاعتهم. السراحه بتاعتنا مساحتها صغيره جدا، 130 سم، درج سيمبل جدا، واخده تدريجه السلم او قطع بازل. يعني احنا مخلينا فكره الدولاب، فكره السراحه من القطع تحس ان هي اجزاء محطوطه فوق بعض بالشكل ده. درج في النص، بفها صغير، المدخل بتاعها، البرواز البيضاوي بتاعي بس مش بيضاوي قوي، واخد شكل سرياليزم شويه. نيجي نتفرج على اجمد حاجه في الغرفه، هو السرير. السرير فكرته جديده بتاعتنا، متميزه، تقريبا ما اشتغلناش الاوضه دي قبل كده او الفكره ديت في اي سراير اشتغلنا عليها. واخده نص راوند بشكل بيضاوي او نص بيضاوي، مع جزء في ظهر الكومود في الجزء الشمال بنفس الكيفيه اللي احنا شايفينها، مع التدرج بتاع الكومود اللي هو السلم. الجزء الثاني بتاع السرير ما فيهوش الجزء ده، ما فيهوش الظهر بتاع السرير. ظهر السرير بالاثنين كومود تخش معايا لاقل مساحات في الغرف، لان انا عندي الكومود 50 سم بالتدرج بتاعه، او 55 سم. عندي السرير الاستماط بتاعته 1.70 متر، فظهر السرير بالاثنين كومود ياخد معايا مساحه 2.70 متر. غرفه النوم تتحط معايا في اي مساحه مهما كان شكل الغرفه، هي كبيره هي صغيره، متاح تكبير المقاسات، متاح تصغير المقاسات، فصلها على مساحه الغرفه بتاعتك. ما تنساش تكلمنا دلوقتي عشان تسال على غرفه نوم البازل والعروض اللي نازله عليها.